ناس كتير جدا مؤمنه بالحظ ومعتبرينه جزء من حياتهم، لدرجه ان هم الفوا له امثله زي اديني حظ ويمين البحر، قال يعني الحظ هو اللي هينجيم البحر مش ربنا عز وجل، واديني ايراد حظ ولا فدان شطاره. ولو جيت تفهم المثل ده بالذات هتلاقيه بيحببك في الحظ بطريقه كبيره جدا. الفدان بيساوي 24 ايراد، يعني انت لو عندك ايراد من الحظ افضل من واحد عنده فدان شطاره. وتعالى اشرح لك، اتنين رايحين يتوظفوا في شركه مالتي ناشونال، واحد جايب مقبول وواحد جايب امتياز مع مرتبه الشرف. فتخيل ان الشركه تقبل المقبول وما تقبلش اللي جايب امتياز مع مرتبه الشرف، وهو ده فعلا ايراد حظ ولا فدان شطاره. قال يعني اللي عينه الحظ مش ربنا عز وجل. فطبيعي ان انا وانت والمجتمع والناس نكون مؤمنين بالحظ. وخليني اسالك سؤال، تحب يكون عندك ايراد حظ ولا فدان شطاره؟ السلام عليكم، انا معاكم محمد حنفي، وانت دلوقتي بتتفرج على انا وعقلي، والبرنامج اللي بيخاطب العقل قبل القلب. فلو انت لسه معايا ما تنساش تعمل لايك وشير وكومنت وسبسكرايب للقناه. وانا جاي النهارده اقول لك ان مفيش حاجه اسمها حظ، في حاجه اسمها رزق. فللاسف الناس لغت كلمه الرزق وحطوا كلمه الحظ، وبقى مقتنعين ان انت لو عندك حظ تقدر تجيب فلوس، عربيات، وظيفه محدش يحلم بيها، ولو ما عندكش حظ هتعيش فقير وتعيس. وللاسف الناس ما خدتش عظه من قصه قارون. قارون كان رجل غني جدا، وفي يوم من الايام طلع على قومه، فالناس لما شافته وشافت الغنى اللي هو فيه قالوا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. شايف ربنا بيوريك ايه؟ ربنا عز وجل هنا بيوريك ان الناس امنت بالحظ وما فكروش للحظه ان ده رزق من عند الله عز وجل واختبار لقارون، وانهم نسبوا كل اللي هو فيه ده للحظ مش للرزق. فانا عايزك تعرف ان المؤمن ما بيقولش على الرزق حظ ولا حتى شطاره، وانما هو بيقول ان ده كرم من عند ربنا عز وجل. لان الناس دلوقتي للاسف بقى مقتنعين ان الشاطر هو اللي يعرف يجيب القرش، وما افتكروش ان قارون اعتقد ان بسبب ذكائه وشطارته قدر يحصل على الثروه اللي موجوده عنده، ونسي ان ربنا عز وجل عنده خزائن الارض كلها. فما تقولش الرزق بيحب الخفيه، الرزق بيحب السعي والتوكل على الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. الرزق بيحب الاستغفار، فرسول الله يقول من لزم الاستغفار رزقه الله من حيث لا يحتسب. والرزق بيحب الشكر، فالله عز وجل يقول ولئن شكرتم لازيدنكم. فانا عايزك تحط في عقلك مفيش حاجه اسمها حظ ومفيش حاجه اسمها فهلوه، لكن في حاجه اسمها توكل على الله واستغفار وشكر. ورساله لكل واحد ربنا ميسر له رزقه او مضيق عليه رزقه، مش بالحظ ولا بالشطاره تقدر تنول رزقك، لكن بالسعي والاجتهاد والتوكل على الله والاستغفار والشكر تقدر تنول كل اللي انت عايزه. وعايز اقول لك ان ربنا عز وجل بيدي الدنيا للمسلم والكافر، لكن بيدي الجنه للمؤمن واللي بيتوكل عليه. وعايزك تردد معايا الدعاء ده: اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسره، وإن كان قليلا فكثره. لو عجبك الفيديو ما تكسلش عن دعمنا بلايك وشير وكومنت وسبسكرايب، فالدل على خير كفاعله، والدين نصيحة. سلام.